ديري بالغضب او بالاحرى ديري بالعصا وتهراس وطاح حتى من النيض. هادو كانوا التعليمات اللي تعطاو لعابه الغارين باش يدخلوا بيه الماتش. بطبيعه الحال بمساعده الحكم كولينا اللي حلف ما يخرج الحمراء، عيطوا ليه الفار، شاف الدم، الكراطي، ولكن والو، اللي فراسو ثبتوا على الموقف اهم من الموقف نفسه. بطبيعه الحال ما غاديش نزقل الفرصه باش نتيري في دوك اشباه اللاعبين على داك اللاعب المثالي. المهم هادشي كامل غندوي عليه الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم عند خوكم ديما رجاء، مرحبا بكم في فيديو الشبكه ماتش الديربي. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه نبداو بها كالعاده، الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساوش اخوان ديالنا في فلسطين وباقي المسلمين بالدعاء، الله يكون معاهم ويحميهم، والله يجعل ان شاء الله النصر الحليف ديالهم. الرجاء في سادس ماتش على التوالي ما قدرش تربح. سابينتو في سادس ماتش كيفشل انه يحقق الفوز، هزيمه وخمسه تعادلات متابعين، والحصيله التهديفيه اخيب من هادشي كامل. جوج بيوت في 6 الماتشات، معدل بيت كل 3 الماتشات. هذا المستوى الكارثي ديال الرجاء كيبين اننا في واحد الحفره ما كنشوفوش فيها حتى شي بسيط صغير ديال الامل. النقطه ديال الضوء ما كتبانش لينا، واللي كيبين ان هذا الشيء ان في الدقائق الاخرين حتى حد ما كيتسنى الرجاء تماركي، حيت عارفه ما غادي تماركيش. هذه الحاله المزريه عندها نتيجه وحده في الاخير، هي الحيط اللي غادي نخرجوا فيه. اما شي تحسن راه ما كاينش بتاتا البوادر ديالو. كنظن ان سابينتو عمرو غادي يمشي معنا مزيان، والسبب الاكبر والوحيد هو ان المنصب اللي خص يديرها معاه هذه الخدمه خاوي ليومنا هذا، واللي هو المدير الرياضي، اللي بنادم ما عرفش الدور ديالو والتاثير ديالو الكبير على الفرقه. والنجاح ديال الفرقه مرهونه بالوجود ديال هذا المنصب. لهاد الدرجه وكثر كاع. كون ما الدور الكبير ديال هذا المنصب كون ليفربول لاعبين على وسط الترتيب، حيت مشى لهم كلوب وعرقوا يجيبوا البديل ديالو ويجيبوا اللعابه كراجل يلصقوا فيهم. ولكن هنا كيجي الدور ديال المدير الرياضي اللي واكل وشارب عقليته واسلوب النادي. قبل ما يخرج كلوب ديجا ومحطوا البديل، لدرجه ان كلوب رحب به قبل ما يمشي. نفس الحاجه بالنسبه للبارسا، شكون قال انهم غيقلعوا هذا العام بعد موسم صفري كارثي داك العام؟ ولكن بانتداب مدرب بحال فليك اللي مناسب للفكر والاسلوب ديالهم وتعزيزات محسوبين ومستهدفين، قدروا يديروا هذا التحول الكبير هذا العام. هادشي كامل كان مسؤول عليه ديكو المدير الرياضي. هادشي بلا ما ندوي على تشيكي بيغريستين اللي كان مع البارسا حتى 2012 وعوج للسيتي، بدا معاه المشروع وبدات الهيمنه ديالهم. اكثر من 12 عام هو معاهم الى يومنا هذا. نرجعوا للرجاء، لهذا البوست عندنا غير اشاعه. هذاك اللي جا كيشرح المشروع ديال المكتب كيقول اننا ما غاديش نديروا مدير رياضي وانما غنديروا لجنه تقنيه، بمعنى ان هاد الكبار ديال اوروبا والعالم كاملين كيخربقوا الا حنا اللي عندنا الصح. انا اللي بغيت نفهم هو انه واحد الدومين ديالو الهندسه المعماريه، اشنو قربوا الاداره الرياضيه؟ انا بغيت نفهم. راه مشكل كبير عندنا في هذا البلاد ان المنصب كيشدوا واحد بينه وبين داك الدومين سيمانه ديال المركوب. مع من الدوي. انا اللي كنعرف حاليا هو الرئيس اللي كيرأس المكتب اللي معاه، هو اللي وافق على هذا الشيء كامل بما فيهم انتدابات وقشلات المدربين اللي حتى حد فيهم ما صدق. الناس كيحطوا الزبابه ديال الفلوس على قبل داك المدير الرياضي، حيت عارفين انه هو العمود الفقري ديال الفرقه. كيجي واحد كيحط لك صاحبه وحتى هو كيجي مخرج عيني وكيفتي علينا. انا بعدا والله ما تغمق عليا، نقدر نكون صغير منك ولكن في كوره نقريك. الا درنا فلاش باك في الصيف بعد ما دينا الدوبلي، ناض واحد الفئه عاقله كطالب مدير رياضي، حيت حاجه طبيعيه انه بعد موسم خارق غيبداو ينزلوا العروض بحال الشتا، سواء على اللعابه سواء على المدرب. وشحال قدك تسدهم؟ وما يمكنش، امبوسيبل تنافس الفرق الخليجيه اللي العروض ديالهم فوق 10 ديالك. لهذا من باب الحيطه ناضت هذه الفئه كتوعي المكتب بضروره انتداب مدير رياضي، باش في حاله مشى المدرب وحتى اللعابه دغيا يلقاو الخلاف، وهذا الخلاف غادي يكون مناسب للستيل دو جو ديالنا. ولكن الجمهور كيتعرض لهم، الاغلبيه ما كنعممش. حكا ديو في راسكم، عطيو راسكم الراحه، بركه من التشويت، اشنو بغيتو مازال خليونا نفرحوا. ايوا هي الفرحه بداك الدوبلي كانت غير صحابه عابره، غادي تحيد باش نشوفوا الواقع اللي غتولي فيه الفرقه، واللي هو دابا مشى المدرب، مشاو عدد ديال اللعابه، وهنا بدات الروينه وتخربيق. علاش؟ حيت اللي كيدوي بعقله وكيفكر في المصلحه العامه وسط لحظات السعاده كيردوه هبيل ومشويش وما باغيش الخير. نطويو هذا الموضوع مؤقتا حتى نرجعوا ليه من بعد يتبع. نرجعوا للديربي اللي صراحه لعبنا فيه بواحد من اكفس الاداءات اللي شفت في حياتي. 5 الباسات مقادين ما كنكملوهمش، قله قليله اللي كانوا مزيانين واللي هما خفيفين، زريده وبدرجه اقل منهم النفاتي، وبولكسو تكون ما دارش داك الغلط في الاخر اللي بقى الضبابه على عينك. كاملين وبدون استثناء غير المسالي على اخوه. بنادم عاطينو تحفيزات بالملايين، خضره فوق الطعام، وما قدر حتى يدير خدمته، عاد بغيتي يتفنن وخدمته البسيطه ما قدرش يديرها. لا انتدابات لا اللعابه ديال داك العام، بين قوسين الركائز كلشي مسالي. زنيتي كاع الكواري الطوال اللي لعبهم برجلي ضيعهم علينا وعطاهم ليهم، زائد البيت كان غير وسط بوطو. بولكسوش كان داير ماتش ما بيهش، ولكن زباله وعطاهم البيت. صدقات ليه الاولى، ثاني زباله. بودا كارثه في ذاك البوست، كيقطع ولكن راه ضعيف في الاستلام والتسليم اللي هي خدمه الكاسور. تقول لي ديالو حتى الوقفه ديالو في التيران كان غتكلفنا شحال من غلط. هذا كان عارض على المدرب علاش باقي كيلعب برسمي وفردوسي ما كيدخلش ولو حتى بديل. بوغرين
كميه ديشيلات وصف. بوغرين الحقيقي باقي في اكادير كيحتفل، باقي ما رجعش لكازا، ما يمكنش على نيفو ولا فيه. بوزوق هذا ما بقاش حامل ندوي عليه حيت شخصيا ما كنحملوش، لاعب ما قادر حتى يقلب واحد، وكيبدا ينصب على عباد الله بداك اللعب اللي كيدير، وخارج كيمثل على هذوك اللي كيتفرجوا. واش انت والله ما تمثل عليا داك العام وما كنتيش كتقنعني، فما بالك هذا العام. ساخو دخل دار داكشي اللي ما داروش من نهار بدا العام. ساخو الاجدر بالرسميه حاليا. الزرهوني ثاني اكثر واحد ما عنديش معاه في الراجا، لاعب مستفز ومرخي وكيجر في رجليه علينا. فاس فاس 2 كونتر 1، حلف ما يعطيها للنجاري. لاحظت واش ما كيبغيش يعطيها ليه عمدا ولا لا، الله اعلم، ولكن ما كيعطيهاش ليه لا بوزوق ولا الزرهوني ولا حتى النجاري. حتى حد ما قدر يدفع على بوطويل اللي ما عرفش شحال فيه من كيلو ولا كيبان قدامه بحال شي مالديني. خلاصه القول خفيفي زريده هما اللي كانوا واقفين ضد بنادم البارح، وشخصيا ما غنساهاش ليهم، وبدرجه اقل النفاجئ اللي يلاه راجع من الاصابه ومع ذلك خرج الماتش ديالو. اما بخصوص التحكيم راه كلشي كيتشاف بالعينين، ما كاينلاش نهضروا. مهزله تحكيميه بجميع المقاييس وانحياز كبير من الحكم الغريم. بدايه بعفطه قداش طرطق بها رجل بوده، عيطوا ليه الفار شافوا وعاودوا في الاخر عطاه صفرة، والضربه ديال بوطويل خارج برجليه بجوج ما عطاه والو. نيانغ قلب كراطي بقى غير الدم اللي ما خرج في الوجه وكتافه غير بالصفرة. الدم هاد المره بان عند بوزو حتى هي ما عطا فيها والو. بالمقابل في ادنى فرصه علينا واخا تكون كاع اول فوت كيعلق لينا، سير اخو الله يسمح لك، الا سمح لك الله حنا مسامحينك. حاطين لينا الخليفه ديال هذاك اللي قبل منه باش يسوق الماتش فين ما بغى. اما بخصوص غريم سير الله يعطيكم عقل، باضعف الحالات ديالنا عكسكم نتوما اللي داخلين بفرقه سويه الملاير خارجين فرحانين، وما كذبناش عليكم فاش قلنا الديربي راكم فرحتوا ملي تعادلتوا معانا. لكن انت تخيل عزيزي المشاهد ان اخر مره ربحونا ميسي باقي ماده كوب دي موند ودياز باقي تبليوني. على العموم غنبقاو ديما فوق منكم، ارتاحوا اللي غلب يعف. والى هنا الاخوان كنا وصلنا للبلاكه. هادشي اللي كان الفيديو ديال اليوم اللي دوينا فيه على ماتش الديربي اللي حاشا بعدا واش يتسمى ديربي بداك اللعب والتيران خاوي. على عين الله يدير شي تاويل الخير لهاد الفرقه. السبب الاول والرئيسي في هادشي كامل اللي طاري هو هاد المكتب الفاشل اللي فشل في اي مهمه دارها بدون استثناء. المهم مازال غندوي على هاد الموضوع مزيان، والله يصبرنا مع هاد الفرقه والسلام. المهم هضرتي هنا سالات، عطاونا الاخوان الراي ديالكم في الماتش، خذوا راحتكم. اشنو بان لكم في الوضعيه الحاليه ديال الرجاء بعد 6 ماتشات بلا رباح؟ شنو الحل في نظركم؟ الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش لي داك اللايك وخلي شي كومونتير باش نقراه. وهذا ما كان، ما تنساوش لي 3 الحوايج: الصلاه، الوالدين، الرجاء. عمرك تفرط فيهم. كان معكم خوكم ديما رجاء، ديما رجاء البارح اليوم وغدا، وديما كونوا على القارص.